السلام عليكم ومرحبا بكم في ليديليز دو وليد، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نقول لكم صحة رمضانكم، ان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا، وان شاء الله يجوز عليكم رمضان خفيف وما يعيكمش بزاف. اليوم راح نشارك معكم حاجة خفيفة، يعني على بالي بلي النهار الاول تاع رمضان واحد ما يكترش بزاف لي ريسات. حاجة خفيفة هما دي ميني سوفلي بلابات بريزي، يجوا بزاف خفاف ومقرمشين وساهلين. ومام حنوري لكم واحد لاباري اللي نخدموا بها بزاف براتيك اللي راح تعاونكم في الخدمه تاع هاد لي ميني سوفلي. نبداو في العجينه وفي طريقه التحضير. عندي هنا الفارينه زبده والماء والصفر تاع البيض. هنا راح ندير 200 غرام تاع زبده ولا مارغرين، بيان سور لاباط بريزي نديروها بلا مارغرين. اللي يحب يخدم الزبده يقدر يخدم الزبده بيان سور. راح ندير معها زوج صافا تاع البيض. تقدروا ديروا حبة تاع البيض مي راح يجوكم شوية يعني يابسين شوية زيادة على اللي نديروا لها صفار برك. بيان سور ما ننساش الملح، راح ندير واحد مغرفة هكداك صغيرة تكون معمرة شوية. وعندي الفارينة اللي هي 400 غرام، يعني توجور الفارينة الدوبل تاع الكمية تاع الزبدة. ثم انا استعملت 200 غرام تاع الزبدة، ندير 400 غرام تاع الفارينة. هنايا لاباط بريزي بالك يقولوا كاين ناس يقولوا تجينا يعني تجي ثقيلة في سوفلي. جربوها راح تجي هايلة وتجي سورتو، يعني كي تشوفوا لاباري اللي راح نخدم بها راح ترقق لكم بيان العجين. وما يجيش كيما نقولوا خشين، لاباط ما تجيش خشينه بزاف من الداخل، سما راح يجوا خفاف ومقرمشين ويتوالموا بزاف كي تقدموهم مع الشوربه ولا الحريره ولا اون سوب وكيما حبيتوا نتوما. المهم شوفوا، انا كنت حطيت الفارينه مع الكميه تاع المارغرين واني ندخل فيها مليح كيما نديروا لاباط بريزي، يعني هذه سي اون بات بريزي. سما ندخلوا هذيك الكميه مع الفارينه، الكميه تاع المارغرين مع الفارينه حتى وين تولي ما تبانش كامل. ومن بعد نجيب الماء اللي راكم تشوفوا فيه. هنا راح نطم لاباط تاعي، لازم تولي عندنا اون بات اللي تكون طريه، ما تكونش ناشفه، سورتو ما تكونش ناشفه. خاطر على بالكم لاباط بريز اذا كانت ناشفه تولي تتشقق وتتفتت، وحنا ما تساعدناش باش نديرو لي سوفلي. لو كان في كيش بالك نقدروا شويه نسقموها، مي هادو ما دي ميني سوفليس ما راح نعطوا لهم اون فورم وراح نفاصونيوها. سما لازم لنا عجينه اللي تكون سهله في الاستعمال تاعها. راني نزيد في الماء غير بالعقل حتى وين تحصل على عجينه كيما قلت لكم طريه، وتحسوها باللي راهي سهله في الخدمه تاعها، يعني كي تجوا تحلوها ولا تتحل لكم وبلا ما تتشقق وما ما تحسوهاش باللي راهي ناشفه. وهاد لاباط بريزي على بالكم اللي تندار في ليكيش، يعني اذا حبيتوا نتوما تعتمدوها في ليكيش غير اعتمدوها باسكو هايله هاد العجينه تجي خفيفه. وتقدروا اذا حبيتوا تجيكم خفيفه اكثر واكثر طموها بالحليب، خاطش من دا كان نطمها بالحليب، ومن دا كي نحبها مقرمشه شويه زياده نطمها غير بالماء. سما بالحليب راح تجيكم خفيفه يعني طريه شويه على هاديه. لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا فيها راهي نطمت هاي ليك، يعني تبان باللي راهي طريه، راهي يعني ماشي مخصوصه ما راهي مليحه. دونك راح نروحوا ديراكتومون نبداو في طريقه التشكيل، خاطرش الحشو كنت وجدته من قبل. راح نفهمكم كيفاش يعني طيب الحشو. حشو سهل. درت السلق، عندي 3 ربطات تاع السلق اللي كنت دبلتهم في مقله. وعندي الحشو تاع فيونداشي اللي نديروه كامل كامل نعرفه، يعني نقلو حبه تاع بصل، ومن بعد نزيدو لها كميه تاع لحم مرحي، ونديرو لها شويه ملح شويه فلفل كحل ونخلطوهم فوق النار حتى يطيب لي اللحم. ومن بعد زدت له داك السلق اللي كنت دبلته في مقله وحده. عندي باية تاع حبابط وصفر تاع حبابط باش ندهن، وعندي هاد لاباري هادية الهايلة اللي قلت لكم راح تخدم لكم لي ميني سوفلي. سي فري راح تعطيكم دي سوفلي صغار صغار، يعني قد الميني بيتزا ولا. مي الخدمة تاعهم سهلة. شوفوا معايا كيفاش نرش شوية تاع فارينة، هاي اللي كي نحلها من الجهة تاع اللي نحلو فيها العجين. نرش فيها شوية تاع فارينة ونحط فيها كويرة صغيرة، راح نعبّز عليها كيما راكم تشوفوا باينة، يعني ما فيهاش تكسار راس. نحط العجين ونغلق عليه بيان حتى وين تتحلي. ومن بعد راح نعاود نرفد العجين نقلبو يعني على الجهة الأخرى، ونعاود نحلو لا دوزيام فوا هكداك باش نضمن بلي العجينة تحلت لي بيان وراهي رقيقة وبلا ما نستعملوا الحلال بلا والو، يعني غير بهاد لاباري هادي راح نديرو كلش. دونك شوفوا، حليتها عاودت دورت العجينة، زيد نرش شوية تاع الفارينة ونعاود نغلق عليها، نعبّز بيان حتى تحلي لاباط تاعي. ومن بعد ديريكتومون نديها لهاديك الجهة اللي راكم تشوفوا فيها لي سبيسيال باش تعطينا تخدم لنا الحبة تاع السوفلي تاع الميني سوفلي. فيها هذاك الشكل تاع السوفلي اللي حنغلقوه، اللي نديروه حنا، يعني كنا نديروه حنا بيدينا ولا بالفرشيطة. وراح تغلق لكم الحبة تاعكم.
نجيب شوية تاع الحشوة هاذا اللي قلت لكم تاع viande hachée بالسلق، وراح نسحق شوية تاع فرماج طري باش نديرو باش تعطينا شوية هاذيك بنة يعني داخل الحشو يكون شوية مشمخ ماشي كامل ناشف. وعندنا البيض تاع البيض راح نديروه في الحواف تاع العجين باش نغلق كي نغلق العجينة تاعي، كي نغلق الحبة تاع السوفلي تاعي الميني سوفلي ما تتحلناش ومن بعد، باسكو على بالكم بلي الحشو تاع لي سوفلي من داك يخرج كي تكون الحبة ماشي مغلوقة مليح ولا ماشي مدهونة بالبياض تاع البيض. دونك راح ندهن باش ما نريسكيش تحلي الحبة وما يفسد لي الشكل تاع الميني سوفلي، ندهنها بالبياض تاع حبة بيض ونغلق عليها. دوك تشوفوا معايا. أنا على بالكم باللي من داك كي ما نحبش نطيب حشو ولا نعجز، ندير لداخل هاد لي ميني سوفلين نحشيهم لداخل غير بالفرماج، هاد الفرماج الطري هذا ندير واحد المغرفة هكداك متوسطة ون ونخدمهم هكداك، باسكو يجيو بزاف بنان من برا لاباط تجي مقرمشة ومن الداخل يجي هذاك الفرماج دايب كامل، تقدموهم مع هذيك الشوربة هذيك هايلين شغل كي شغل درنا بوراك بالفرماج يعني كيف يعني القرمشة هذيك تكون. المهم شوفوا كيفاش الطريقة تاع هاد لاباراي هادي نغلقوا راح تخرج لنا الحبة يعني مشكلة وبلا ما نديروا لها داك الشكل تاعها ولا ما تعيناش كامل، سهلة. إذا عجبتكم ولا راح نحط لكم السيت اللي تتباع فيه لتحت تدخلوا وتكومونديو وتلحق لكم حتى لباب الدار. المهم شوفوا راني شكلت الحبة تاعي نكمل نشكلهم كامل نحطهم في سنيوة، وراح نجيب كوردون ونثقب الحبة تاع السوفلي تاعي من التحت نديرها 3 ثقبات هكداك، ونزيد نثقبها 3 ثقبات هكداك من الفوق، باش لاباط تاعنا تتنفس الحبة تاع السوفلي تتنفس أو ميم طون راح طيب لنا يعني السخانة تدخل حتى لداخل تاع الحبة تاع السوفلي، وطيبها لنا يعني لاباط تخرج لنا طايبة بيان من الداخل، وتزيد يعني تخرج مقرمشة سورتو كي طيب من الداخل بيان تخرج مقرمشة وهايلة. نثقب هكذا كيما قلت لكم الحبات تاوعي، وأنا عندي صفار تاع حبة بيض كنت خلطت معاه شوية تاع الحليب، وندهن لي سوفلي تاوعي من الفوق، وبيان سور تشعلوا الفور تاعكم يسخن على 200 درجة، تخلوه يسخن مليح من قبل تشعلوه من الفوق ومن التحت على ضربة، وإذا ما عندكمش تشعلوا له من التحت طيبوهم من التحت تشوفوهم تحمروا تضربوا عليهم تلقاوهم تحمروا من التحت تشعلوا عليهم من الفوق تزيدوا تخلوهم يتحمروا، يعني دو بريفيرونس طيبوهم فوق والتحت على ضربة خاطش ما فيهاش خميرة ولا تسمى نسحقوهم غير نحمروهم على ضربة. مي كيما قلت لكم إذا ما عندكمش طيبوهم من التحت ومن بعد الفوق. نكمل ندير لهم صفار تاع البيض ونزيد نرش عليهم الجلجلان من الفوق الساندويتش يعني تقدروا ديروا الجلجلان تانيك ولا ساندويتش كيما درت أنا. وندخلهم يطيبوا كيما قلت لكم راح يدوا لكم واحد 15 حتى ل 20 دقيقة، وبالك يلحقوا حتى ل 25 دقيقة على حساب النوع تاع الفرن تاعكم. المهم كي يطيبوهم لك قدمتهم مع فوق شلاضة مع شوية قارص مع حبيبات تاع طوماط سيريز برك، يعني الشكل باش يكون يطير على بالكم بلي الشكل يلعب دور كبير سورتو كي يكون لا بريزونطاسيون هكذا شابة. دونك ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم هذه، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنجحوا فيها. ما تنساوش ديروا لنا جيم تابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقوكم الوصفات تاعي باش نكثر لكم من وصفات هذا رمضان. وبقى لي غنقول لكم الصحه فطوركم، اتهلاو في رواحكم وتبقاو على خير.